القصة اللي هقولها لك النهاردة دي هي قصة حقيقية حدثت في السعودية لأب زوجته توفت والزوجة تركت له 5 بنات. ال5 بنات كلهم اتجوزهم، واللي حصل للبنت الكبيرة والله لو قدرت تمسك دموعك ابقى امسكها. القصة دي قصة حقيقية في منتهى الجمال والروعة، ففضلا وليس أمرا اسمعها للآخر. صل كده على سيدنا الحبيب واسمع يا سيدي. في السعودية الزوجة توفت وتركت للأب 5 بنات. الأب قرر إن هو يربيهم وإن هو ما يتجوزش، كان بيشتغل وربى ال5 بنات لحد ما خلاص ال5 قربهم على سن الجواز. جت البنت الكبيرة في يوم وقالت له يا بابا أنا مش عايزة أتجوز. ليه يا بنتي؟ قالت له يا بابا إخواتي كلهم هيتجوزوا وأنا كمان لو اتجوزت أنت هتفضل لوحدك، مين اللي هيرعاك في السن ده؟ أنت قعدت وضحيت بنفسك عشان تربينا، فما ينفعش بعد التضحية دي كلها أجي كمان أتجوز وكلنا نتجوز ونسيبك بطولك. يا بنت لا ما ينفعش ده حقك ومش عارف ايه. البنت صممت ان هي مش هتتجوز، وفعلا يا سيدي اللي حصل كان ال4 بنات كلهم اتجوزهم، والبنت الكبيرة فضلت قاعدة مع ابوها ترعاه تخدمه تعمل له كل حاجة لحد ما عدت الايام والاب تعب الموت وتوفاه الله، وفضلت البنت بطولها. المهم بقى يا سيدي بعد ما العزاء خلص ومش عارف ايه، جم ال4 بنات عشان يتقسموا في الورث ويبيعوا البيت اللي هو ورثوه من ابوهم. فكان ابوهم سايب لهم وصيه ان مفيش حد يبيع حاجه الا لما البنت الكبيره تتجوز. هنا بقى البنات كده زمزقوا وزعلوا، ازاي وصى حاجه زي دي؟ ده حقنا ولازم نتقاسم فيه. طب والبنت الكبيره هتروح فين؟ احنا ملناش فيه، احنا عايزين حقنا من ابونا. يا ناس يرضيكم يهديكم، طب استنوا بس سنه ولا استنوا اي حاجه على ما اختكم تتجوز وبعدين هنبيع البيت ومفيش حد كده هيقعد فيه. لا، وصمموا ال4 بنات اللي اتجوزهم ان هم يبيعوا البيت. هنا الاخت الكبيره ما كانش لها راي، قالت لهم اللي انتوا شايفينه اعملوه، ده حقكم وان شاء الله ليه يا رب هيتدبر اموري وما تقلقوش عليا. وفعلا يا سيدي باعوا البيت، كل واحده من ال4 بنات خدوا حقهم، وفضلت البنت الكبيره في البيت وراحت طلبت من اخواتهم البنات طلب، قالت لهم ممكن بس رقم تليفون الراجل اللي اشترى البيت، هستأذنه بس في حاجه. قالوا لها خد الرقم اهو، وخدت رقم التليفون واتصلت بالراجل اللي اشترى البيت. قالت له انا ظروفي كذا 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 وانا الكبيره بتاعتهم وما اتجوزتش عشان كنت قاعده جنب ابويا ارعاه واخد بالي منه، ممكن بس تصبر عليا 3-4 شهور ان انا اقعدهم في البيت لحد ما اشوف سكن وادبر لي سكن بره. الراجل قال لها بس كده براحتك اقعدي زي ما انت عايزه، وفعلا وافق الراجل ان البنت تقعد في البيت لحد ما تلاقي سكن. وبعد شهرين التليفون بتاع البنت بيرن، بتبص لقت الراجل اللي اشترى البيت. قالت زمان استأخرني وان انا اتأخرت وما طلعتش من البيت. الو انا بس والله بس اذنك كمان شهر بالظبط، والله اول ما هدور على سكن هطلع ان شاء الله. الراجل قال لها لا 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 انا ما بكلمكيش على كده خالص، انا كتبت البيت النهارده بيع وشراء باسمك. ايه كتبت البيت بيع وشراء باسم ازاي؟ قال لها بص يا بنت الحلال انا كتبته بيع وشراء باسمك واعتبر ده مهرك لو وافقت تتجوزيني. لو وافقت تتجوزيني قال لها كده، قال لها ولو ما وافقتيش ان انت تتجوزيني فاعتبر البيت ده هديه مني ليكي. المهم قالت له خلاص استنى عليا شويه وهقول لك رايي وهستخير ان شاء الله. وفعلا رنت عليه تاني وقالت له انا موافقه ان انا اتجوزك، واتجوزها وعاشت في البيت والبيت بقى ملكها. والراجل اللي اتجوزته ده كان راجل بسم الله ما شاء الله، راجل ثري جدا وعنده من الخير زي ما تقول قول. ايه بقى اللي انا استفاده من القصه؟ عوض ربنا سبحانه وتعالى للبنت دي، ربنا سبحانه وتعالى عوضها عوض يخليك انت كده وانت بتسمع القصه في حاله ذهول. عشان برد بابوها، ايوه عشان برد بابوها. والراجل نال واحده بسم الله ما شاء الله تعرف يعني ايه البر. الراجل اللي اشترى البيت اختار صح وقال ان ديت فعلا تنفع ونعمة الزوجة، واتجوزها والبيت بقى باسمها وكل حاجة بقت بتاعتها. والراجل بسم الله ما شاء الله راجل عنده شركات ومبسوط وعنده ثروة كبيرة جدا. هو ده يا جماعة جزات البر. البنت لما ضحت بنفسها واختارت ان هي تفضل جنب ابوها ترعاه وتبر بيه، ربنا سبحانه وتعالى قال لها خد عوض السنين اهو، ما هي الدنيا كده وعوض ربنا سبحانه وتعالى كده. بتقعد تصبر وانت بتصبر بتحمد ربنا وراضي بقضائك وراضي بقدرك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى في الاخر يفتح لك باب هتلاقي فيه كل الخير بتاع السنين وبتاع صبرك اللي فات كله. هو ده عوض ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عوضها زي ما انت شفت كده. حط القصة دي في دماغك وحط الحكاية دي في دماغك قوي، ان عوض ربنا وجبر ربنا لخاطرك هيخليك في حالة ذهول. يا ريت يا جماعة تعملوا شير ولايك للقصة دي لو عجبتكم،
واشوفك في قصة جديدة.